بعد زواجه من المطربة المعتزلة حنان، واللي قرر علشانها اتخاذ قرار إنهاء فترة العزوبية. تحدث الفنان سامح الصريطي لأول مرة عن إيداع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمي دار رعاية قبل وفاتها. وقال سامح الصريطي اتخاذ العائلة قرار بإيداع زوجته السابقة الفنانة الراحلة نادية فهمي بإحدى دور رعاية مرضى الزهايمر إنه بعد القرار ده تعرض لهجوم كبير، ولكن هو شاف إن ربنا بس هو اللي هيحاسبه على تصرفاته. وقال سامح الصريطي إنه هو ومدام نادية فهمي كانوا في الوقت ده منفصلين من 23 سنة تقريبا، ولكن كان هو عنده لسه المسؤولية لأنها أم بناته. وقرار إيداعها دار الرعاية كان قراره وقرارهم كلهم، لأنه في خطورة من وجودها مع ابتهال بنتها لوحدها. والعبء الكبير كان على ابتهال لأنها مضطرة تروح الصبح عند والدتها وما تسيبهاش إلا بالليل. ولكن اتفاجئنا كلنا بهجوم شنيع علينا، وتأثرنا وتعرضنا لهزة عنيفة، وده ألمنا أنا وبنتي حقيقي. ولما نادية فهمي بقت في مرحلة لا تمثل خطورة وغير قادرة على الحركة، رجعناها وقعدناها معانا في البيت. وابتهال تعاملت مع والدتها كأنها مدركة، لكن الناس عليها إنها تهاجم من دون ما تعرف أي شيء، وأنا عمري ما دافعت عن نفسي.